السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اليوم كما كتشوفوا معايا غادي ندير معكم واحد الكيك اللي كيجي رائع بالمكسرات وبالموز واللي كيجي ناقص حتى في السكر. نتمنى تبقاو معايا حتى الاخير وتشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير، عندنا هنايا 2 بيضات وكاس مع مرش ديال السكر، كاس مع مرش ديال الزيت، وعندنا هنا المكسرات اللي بغيتو نتوما، وكاس ديال الحليب، والبنانه غادي نحتاجو من بعد، والدقيق على حسب الخليط، و غادي نضيفو واحد خميره ديال 16 غرام. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا 2 بيضات، يعني 2 بيضات بحجم متوسط، ما كبار ما صغار. الا كان عندكم بيض كبير ممكن ديروا غير بيضه واحده. انا عندي شويه صغير هذا، نخلط واحد شويه. غادي نزيد عندي هنايا كاس مع مرش ديال السكر سنيده. انا كنحاول نقص شويه ديال السكر، الا كان نتوما كيعجبكم الحلاوه بزاف زيدوا. هنا عندي تقريبا كاس مع مرش صافي، وغادي نحاول نخلط مزيان. ندوب لينا شويه هاد السنيده. الا كان انا كنخدم غير بهذا الخلاط اليدوي، ممكن ديروا حتى الباطور ديال الضو وممكن تخلطوا به، ولكن كنظن انا ما نحتاجش، يعني غير هذا راه كافي. صافي، هنا غنزيدوا عندي هنايا كاس لاروب ديال الزيت. صافي، وغادي نخلطوا مزيان. غادي نخلطوا مزيان هاد الزيت والبيض والسكر. وهنايا عندنا هاد الكاس ديال الحليب. صافي، هنا من بعد ما خلطت مزيان غادي ندوز. عندي هنايا الطحين اللي مغربل، وعندي هنايا واحد الساشيه ديال الخميره هذه اللي فيها 16 غرام. غادي نحتاجها في اخر مرحله، ما غاديش نديرها دابا. هنا غادي ندوز نزيد الطحين تدريجيا شويه بشويه حتى كنتحصلوا على داك القوام ديال الكيك. كنظن كلشي عارف القوام ديال الكيك، يعني ما كيكونش لا خفيف بزاف لا ثقيل تاني بزاف، يعني كيكون بين وبين. حيت الا درتوه خفيف بزاف تاني راه غادي الكيكه راه غادي تنفخ عليكم في الفرن، ومن بعد غادي تعاود طيح. يعني خاص القوام يكون هو هذاك. يعني من بعد غنوريكم كيفاش كيكون القوام ديال الكيك باش كيجينا هذا الكيك ناجح، يعني ما يهبطلناش في الفرن. انا مازال غنزيد واحد شويه. انا ما نقدرش نعطيكم الكميه بالضبط، نقدر ما نوريكم القوام ديال الكيك كيفاش كيكون، يعني حيت كل على حسب الحجم ديال البيض تاني. يعني ما نقدرش نقول لكم تقريبا شحال ديال الطحين غادي تهز ليا هذه الكيكه. كما كتشوفوا هنا غنزيد هاد شويه هذا اللي باقي عندي هنا. هانتي هذا هو القوام ديال الكيك كيفاش خاصو يكون. كما كتشوفوا ما خفيف ما ثقيل. هنايا في هذا الاثناء غادي ندوز باش نضيف هاد البنانه اللي عندنا هنا. غادي نحاولوا ناخذوها ونمعسوها بحال هكا بالفرشات. انا اكتفيت غير بنانه. اللي باغي يدير كيك زعما كبيره ممكن يضاعف الحجم، في عوض 2 بيضات يدير 3 ولا 4، في عوض 2 بنانات يدير 2. انا هنايا غنديرها في واحد المول
هذا اللي عندي هنايا، يعني كيكون بهذا الشكل طولي. يعني غندير غير بنانه وحده. صافي كما كتشوفوا معايا غندوز باش نضيف هاد البنان الخليط ديال الكيك. وهنا عندي واحد شويه ديال المكسرات، عندي غير عندي الكركاع وشويه ديال الشكلاط، هادو حبيبات الشوكولا. الا كان عندكم اللوز ضيفوا حتى اللوز، انا مولفه كنديرها بشويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز. اليوم عندي غير الكركاع وشويه ديال الشكلاط. غندير تقريبا اكثر من نص، وغنخلي واحد شويه للتزيين. صافي وغادي نحاول نخلط مزيان هاد البنان وهاد المكسرات. وكاخر مرحله غادي نضيف الخميره اللي هي 16 غرام. كنديروا جوج ديال 7 غرام ولا 8. انا هذه فيها 16. صافي وغادي نخلط مزيان. كما كتشوفوا معايا هنا نخلطها مزيان. صافي وغادي ندوزو باش نديروها في المول وندخلوها الفرن اللي كيكون مسخن على درجه حراره 180 لمده ديال من 35 حتى 40 دقيقه تيكون الكيك وجد. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. من بعد بعدا غادي ندير هاد شويه اللي كنت خليت هنا كتزين من الفوق. صافي وغادي ندخلوها الفرن ونتلاقاو من بعد ان شاء الله نشوفوا النتيجه ديال هذا الكيك. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها ملي كتخرج من الفران. انا خليتها حتى بردات. دابا غادي ندوزو باش نحيدوها من المول. انا كيسهل عليا كنديرها في هذا الكاغيط هذا. من الاحسن ممكن داك المول ترشوه كما كتشوفوا راه كتجي محمره. داك المول دهنوه بشويه ديال الزبده ولا غير الزيت وطرشوه بشويه ديال الطحين. صافي وديروا فيه الكيك كما كتشوفوا. غادي نقطع معكم واحد الطريف. راه كتجي شيشه ورطبه وكيجي في وسط داك الكركاع باين والشكلاط دايب بحال هكا. راه كتجي رطبه. كنتمنى تنال اعجابكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش لايك فضلا وليس امر. واللي كيشوف قناتي لاول مره يضغط على جرس باش يوصلوا اي جديد. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله ووصفه جديده. الى اللقاء.